السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة 5؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل الوحدة الاولى اللي هو المفهوم الثاني، انتقال الطاقة في النظام البيئي. هناخد النهاردة الدرس الثالث ان شاء الله. يلا بينا بقى نبدأ ومنضيعش وقت كتير. اول حاجة كده هناخدوها في الدرس نشاط 7، السلسلة الغذائية. احنا اخدنا السلسلة الغذائية المرة اللي فاتت، قلنا ان هي عبارة عن انتقال الطاقة من كائن حي الى كائن حي اخر. طيب لاحظ هذه السلسلة الغذائية. تعالوا نلاحظ مع بعض كده ونجاوب على الأسئلة اللي على السلسلة الغذائية ديت. أول حاجة أنا عندي الذرة اللي هو النبات، كائن منتج، هياكلوا جراد اللي هو آكلات العشب، بعد كده هياكلوا سحلية، وبعد كده هتاكل السحلية التعبان. معنى كده ان الطاقة انتقلت من النبات للجراد، ومن الجراد للسحلية، ومن السحلية للتعبان. تعالوا بقى نجاوب على الأسئلة دي. أول حاجة، ما الكائنات المستهلكة في السلسلة الغذائية وما نوع كل منها؟ احنا طبعا أخدنا المرة اللي فاتت أنواع الكائنات المستهلكة، قلنا إنه في كائنات مستهلكة أولية وثانوية وثالثة. أول حاجة هتقولي إن الجراد دوت كائن مستهلك أول، إنه هو من آكلات العشب زي ما احنا قلنا، بيتغذى على النباتات. وتاني حاجة السحلية اللي هي المستهلك الثانوي اللي أكلت الجراد، اللي هي بتتغذى على الكائنات المستهلكة الأولية. وتالت حاجة اللي هي الكائنات المستهلكة الثالثة اللي هو الثعبان، اللي هو من آكلات اللحوم، اللي بيتغذى على الكائنات المستهلكة الثانوية. تاني حدث كائنا يعتبر مفترسا وفريسة في نفس الوقت. احنا عرفنا في الفيديو اللي فات ازاي نحدد الكائن اللي هو في النص، اللي هو بيعتبر مفترس وفريسة في نفس الوقت في السلسلة الغذائية. طيب في السلسلة الغذائية اللي احنا لسه قايلينها ديت، انه كائن فيهم اللي يعتبر فريسة ومفترس في نفس الوقت؟ قال لي السحلية. ليه؟ لانها تعتبر مفترس للجراد وفريسة للتعبان، يبقى هي بتاكل الجراد فتعتبر مفترس بالنسبة للجراد، والجراد هو الفريسة. وهي تعتبر فريسة بالنسبة للتعبان، والتعبان يعتبر مفترس لانه بيتغذى عليها او بياكلها. ما الذي سيحدث للكائنات زي نبات الذرة والثعبان بعد موتهم؟ احنا عرفنا برضو انه بعد موتهم ايه اللي هيحصل لهم؟ هيتحللوا بالكائنات المتحللة، يبقى هنا ستتغذى عليهم الكائنات المحللة، وتخرج فضلات غنية بالعناصر الغذائية تزيد من خصوبة التربة، وبالتالي النباتات تنمو في التربة الخصبة ديت. علشان ايه؟ علشان تحصل على العناصر الغذائية الموجودة فيها. نشاط 8، الشبكات الغذائية. هتقولي احنا مش اخدنا السلاسل الغذائية؟ هقولك تقولي ايه بقى هي الشبكات الغذائية ديت؟ الشبكات الغذائية ديت عبارة عن سلاسل غذائية متداخلة، يعني مش سلسلة غذائية واحدة، دي مجموعة من السلاسل متداخلة في بعض، متشابكة. عارف انت كده لما تجيب حبال وتقعد تحطهم كلهم على بعض، او سلاسل وتحطها كلها على بعض، ايه اللي هيحصل؟ هتتعقد، هيدخلوا في بعض. اهي دي نفس النظام. اعتبر ان السلاسل ديت اللي احنا بنلبسها انت رحت ايه؟ مدخلها في بعض. اول ما تدخل السلاسل الغذائية ديت في بعض هتكون الشبكة الغذائية. معظم الكائنات الحية جزء من العديد من السلاسل الغذائية المختلفة، وبالتالي تتداخل السلاسل الغذائية في نظام بيئي معين مع بعضها البعض في شبكة تسمى الشبكة الغذائية. يبقى اللي احنا استنتجناه من هنا انه مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة تكون لي شبكة غذائية. والسلسلة الغذائية ديت عبارة عن كائنات حية تتغذى على بعضها البعض علشان تحصل على الطاقة. السلسلة الغذائية عندي الذرة بيتغذى عليها الفار، ويتغذى على الفار التعبان، ويتغذى على التعبان النسر. دي سلسلة غذائية واحدة مش مجموعة. طيب تعالوا بقى، انا هنا جبت لك مجموعة من السلاسل الغذائية. اول سلسلة فيهم انه عندي الذرة اهي، دي اول سلسلة. الذرة بياكلوا الفار، بعد كده التعبان يجي ياكل الفار، بعد كده النسر يجي ياكل التعبان. وتاني سلسلة انه الذرة هياكلوا الفار، وبعد كده النسر ياكل الفار على طول. مفيش هنا تعبان، عادي برضو ممكنة ان النسر ياكل الفار. تالت سلسلة انه الذرة ياكلوا ارنب بدل الفار، والتعبان يجي ياكل الارنب، والنسر يجي ياكل مين؟ التعبان. رابع واحدة انه الذرة ياكلوا الارنب وبعد كده ياكلوا النسر. هتقولي يا مس يعني معنى كده انه الفار دوت مش ثابت، او الارنب ده مش ثابت، او التعبان ده مش ثابت؟ لا طبعا، الثابت هنا عندي هو الكائنات المنتجة اللي هي النباتات، ايا كانت بقى النباتات ايه، ذرة، قمح، وهكذا.
بعد كده بقى يجي يتغذى عليها، اللي يتغذى عليها بقى فار، ارنب، جراد، ايا كان ايه هو. وبرده ممكن يجي يتغذى على الفار دوت تعبان، ممكن نسر، وممكن مثلا حشرات اخرى. ايه المشكله؟ فكل سلسله غذائيه من ديت منفصله عن الاخرى. فانا قمت ايه بقى جايبه السلاسل الغذائيه دي كلها ودخلتها او خليتها متداخله مع بعض، فكونت حاجه اسمها الشبكه الغذائيه. يعني الشبكه الغذائيه هي عباره عن الاربع سلاسل دول. الشبكه الغذائيه اهي بصوا قدامنا عامله ازاي، اللي هو النبات او العشب دوت ام اكله الجراد او اكله الفار، والفار اكلته البومه، او ياكله النسر، او ياكله الثعلب، او ياكله، وهكذا. يعني مفيش حاجه محدده، عباره عن سلاسل غذائيه متداخله مع بعضها، حاجه معقده كده، دي الشبكه الغذائيه. انما لو اديتك مثلا حاجه واحده، ان العشب بياكلوا الفار وبعدين بعد الفار ياكلوا الثعلب على طول، يبقى ديت على طول سلسله غذائيه. بقى مما سبق ان الكائن الحي الواحد قد يكون جزءا في اكثر من سلسله غذائيه. يعني ايه؟ مش احنا لسه شايفين انه السلاسل الغذائيه فيها النسر متكرر؟ لقينا مثلا في السلسله الغذائيه الاولى انه النسر موجود، والتانية النسر موجود، والتالتة النسر موجود، والرابعة النسر موجود في الصورة اللي احنا لسه قايلينها اللي هي فيها 4 سلاسل غذائية. بقى هنا ممكن الكائن الحي الواحد يكون موجود في اكثر من سلسلة غذائية عادي، زيه زي النبات، زيه زي الفار، زيه زي الأرنب. ممكن عادي ده يتغذى على ده، ده يتغذى على ده، فعادي بيتكرر في أكثر من سلسلة غذائية. تتكون الشبكة الغذائية من العديد من السلاسل الغذائية المترابطة ضمن النظام البيئي. احنا عارفين طبعا النظام البيئي دوت عبارة عن منطقة محتوية على عناصر غير حية وكائنات حية. في الفيديو الأولاني الدرس الأول في المفهوم الثاني أنا شرحت بالتفصيل الكلام دوت. الشبكة الغذائية هي عبارة بقى عن مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة أو المترابطة مع بعضها البعض. الشبكة الغذائية اهي هي مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة مع بعضها البعض في نظام بيئي معين. 9 بقى العلاقات الغذائية في الشبكات الغذائية. احنا هناخد شبكة غذائية وهنعرف ايه العلاقات اللي ما بين الكائنات الحية. طيب يبقى هنا العلاقات ديت عبارة عن تفاعلات في الشبكة الغذائية. يعني ايه تفاعلات؟ انه الكائنات الحية بتتفاعل مع بعض، ده بيتغذى على ده، ده بيتغذى على ده، ده بيتغذى على ده، فبيحصل تفاعل او علاقة ما بينهم في الشبكة الغذائية. يبقى الشبكات الغذائية هنا بتوضح تداخل العلاقات بين الكائنات كما يلي. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه هو التداخل دوت او شكله ايه. يتنافس اكثر من كائن على نفس مصدر الغذاء. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا الضفدع بيتغذى على الجراد، يقوم جاي برضو السحلية تتغذى على الجراد، فهنا في تنافس. في مثلا ايه اللي هو ايه الجراد هنا في كذا حيوان بياكله، في كتير جدا عايزين ياكلوه، وبالتالي هنا في تنافس ما بينهم، اللي يسابق بقى وياكل الاول. فاهم؟ علشان ايه؟ يقدروا ان هم يحصلوا على الطاقة من الغذاء بتاعهم. يحصل الكائن الواحد على غذائه من اكثر من مصدر. يبقى ديت بقى هنا العكس، مش كائنات بقى كتير عايزة تفترس كائن واحد، لا ده هنا كائن واحد بيفترس اكتر من كائن. اهو زي التعبان مثلا ممكن ياكل الفار، ممكن ياكل الضفدع، وممكن ياكل السحلية. يبقى هنا متوفر له غذاء كتير جدا ياكله، اختيارات كتير. غير الضفدع ومين غير الضفدع والسحلية قلنا ان هما بياكلوا مين؟ الجراد، حاجة واحدة، وبالتالي بيحصل تنافس ما بينهم. اننا هنا ما فيش تنافس، هنا التعبان لوحده ممكن ياكل اي حاجة من دولت. لو في تنافس على السحلية ممكن ياكل الفئران، لو في تنافس على الفئران ممكن ياكل الضفادع، مش هيغلب يعني. يمكن ان يكون الكائن واحد مفترسا وفريسة في ذات الوقت، وده احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. زي مثلا ايه؟ ادي عندي التعبان هنا هياكل الضفدع، ويقوم الضفدع اكل مين؟ الجراد. مين هنا الكائن اللي ممكن يبقى مفترس وفريسة؟ هيبقى مين؟ الضفدع، لانه الضفدع يعتبر مفترس بالنسبة للجراد لانه بيتغذى او بيفترسه او بياكله، ويعتبر فريسة بالنسبة للتعبان لانه بيتم اصطياده او التغذية عليه من خلال التعبان. سؤال: كيف تعتبر الشبكة الغذائية نظاما لانتقال الطاقة؟ ازاي هنا بتكون منظمة بحيث انه الكائنات الحية تقدر ان هي تحصل على الطاقة من خلال التغذية على كائنات حية اخرى؟ تعالوا نشوف. قال توضح الشبكة الغذائية انتقال الطاقة التي تبدأ من الشمس. احنا قلنا ان المصدر الرئيسي للطاقة هو الشمس، ثم تنتقل الى الكائنات المنتجة اللي هي النباتات من خلال عملية البناء الضوئي، ثم الى الكائنات المستهلكة الأولية، بعد كده الثانوية، بعد كده الثالثة، حتى تصل إلى الكائنات المحللة زي الفطريات أو البكتيريا أو الديدان لو على النباتات الميتة.
زي ديدان التربة او الارض، والديدان اللي هي ألفية الارجل، احنا شرحناها برضو في الفيديو اللي فات. هنا لماذا تعد الشبكة الغذائية أنسب لتوضيح العلاقات الغذائية بين الكائنات؟ ليه ما قلناش السلاسل الغذائية هي اللي بتوضح العلاقات الغذائية؟ ليه قلنا الشبكة الغذائية؟ تعالوا نشوف الإجابة. لأن الشبكات الغذائية بتوضح العديد من العلاقات الغذائية في النظام البيئي، تمام، على عكس السلسلة الغذائية اللي توضح العلاقات الغذائية بين عدد قليل من الكائنات الحية في النظام البيئي. الشبكة الغذائية عبارة عن مجموعة من السلاسل الغذائية في كائنات حية كتير جدا، إنما السلسلة الغذائية هم 4 حيوانات او 4 كائنات، 5 كائنات، 6، مش كتير يعني. وبالتالي هنا مش هيبقى فيه علاقات كتير في السلاسل الغذائية، انما في الشبكة الغذائية حيوانات كتير جدا، وبالتالي هتبقى فيه علاقات غذائية اوضح واكتر في الشبكة الغذائية. حلوين نكون خلصنا الدرس الثالث في المفهوم الثاني. استنوا الفيديو القادم ان شاء الله، الدرس الاخير اللي هو الرابع في المفهوم الثاني.